بص كويس، هنا بالظبط في 100 مليون كاش. لو عايز تاخدهم لازم تمسك جهاز الباسورد اللي فوق البرج. دلوقتي المنطقه اللي تحت البرج مليانه ناس كلهم بيحاولوا يكسبوا الجايزه، بس شينيتشي ابتسم. الهجوم المباشر لفوق فشل مضمون، الزحمه تحت عمرها ما هتسيبه يطلع. احسن طريق في الحقيقه من الهواء. شينيتشي طلع على ماسوره حديد وخطته انه يوصل للقمه من فوق على طول، وفجاه لاعب شاطر اتحكم في درون وحاول ياخد جهاز الباسورد عن بعد. الناس اللي تحت مش سذج، طلعوا نبال وحتى علب صودا وابتدوا يضربوا الدرون. اضطر ينسحب ويرجع، وفي نفس اللحظه كل الناس خدوا بالهم من شينيتشي في الهواء. كان فاضله نص متر بس على الجهاز، وفجاه الماسوره اللي واقف عليها ابتدت تهتز بعنف. حد كان جاري وراه عشان يوقفه، وجهاز الباسورد قرب يتاخد من حد تاني. شينيتشي ما كانش عنده اختيار، لازم يغامر بكل حاجه. قفز، بس بدل ما يمسك الجهاز اخطا ووقع. لحسن الحظ الجهاز شغال ببصمه الاصبع، اول واحد يلمسه هو الوحيد اللي يقدر يستخدمه، وشينيتشي كان اول واحد لمسه. شينيتشي كسب اللعبه، من ناحيه في 100 مليون كاش، ومن الناحيه الثانيه فرصه تغير حياته للابد. من غير اي تردد شينيتشي اختار انه يغير حياته. بعد شويه وصل لقصر فخم جدا، استخدم الجهاز وفتح الباب. اللي كان مستنيه جوه سانجي، العقل المدبر للعبه. سانجي قال لشينيتشي ان في مسؤولين كبار في الحكومه عشان يعالجوا الدين القومي بيخططوا في السر انهم يطلعوا عمله جديده ويجمدوا كل الودائع البنكيه، ولو الخطه دي اتنفذت فلوس الناس كلها هتتبخر. اللي هيعيشوا بس شويه انسايدرز عارفين الحقيقه بدري.